مساء الخير يا أدريانو. هنبدأ البث المباشر دلوقتي ونكمل كلامنا. أول نقطة هنتكلم فيها الريش. اتعرف استعمال الريش من العصور السحيقة، وكان ده في معظم الأقطار، وفي مصر اللي ما هياش بتشذ عن هذه القاعدة يمكن إرجاع بدء استعماله لفترتي تاسة والبداري. الريش اللي كان بيستخدم أساسا أو بصفة أساسية هو ريش النعام، وإن كان قد وجد في المقابر ريش طيور أخرى، ربما كانت الواق والغراب أو الغداف وطيرا مائيا، وكمان وجد ريش حمام في حالة واحدة. كان ريش النعام بيستعمل بكثرة في صنع المراوح، كمان كان بيستخدم زينة للراس. تقبل بعنخي من ملوك الأسرة 25 خضوع جميع الرؤساء اللي يلبسون الريش، وهو ريش النعام على الأرجح. كثيرا ما صورت الآلهة ماعت وآلهة أخرى وجياد المركبات وهي مزدانة بريش النعام. كان ريش النعام في المستعمرة المصرية من صنع الدولة الوسطى ببلدة كرمة بالسودان، بيستخدم في صنع المراوح والسجاد، وكمان تم استخدامه في حشو الوسادات. ريش كل من دجاج الماء والحمام. إذا كانت النعامة غير موجودة في مصر الآن، كانت حتى عصر متأخر جدا شائعة لدرجة ما في الصحراوين الشرقية والغربية كانت توجد فيهما، والحد هليوبوليس شمالا، وده كان في عهد الأسرة 18 كما يظهر من يد مروحة وجدت في مقبرة توت عنخ آمون. اترسم على أحد وجهيها صورة هذا الملك وهو بيصيد النعام بقوس وسهم، وكتابة بتفيد ان الصيد حصل في صحراء هليوبوليس الشرقية. ظهر الملك على الوجه الآخر، تحت ذراعه حزمة من ريش النعام، والخدم بيحملون نعامتين تم اصطيادهم. لا يزال ريش النعام باقيا على إحدى المراوح اللي وجدت في هذه المقبرة، وبيظهر إن ريش النعام المحلي لم يكن موفورا لدرجة تفي بالمطلوب كله، إذ إن بعضه كان بيجلب من الخارج يرى على الجدار، واللي بيصل بوابتي الملك حرمحب في الكرنك ريش النعام مجلوبا من بلاد بونت. كمان هنرى صورة لرمسيس الثاني على إحدى جدران معبد بيت الوالي
في النوبة، وهو بيتقبل الجزية النوبية والمشتملة على ريش النعام. ريش النعام مصور على جدران عدة مقابر من عهد الأسرة 18 واللي موجودة في طيبة. في تعليق شد اهتمامي بعد بيقول: في بلادنا العربية يوجد مشافي سيئة لا علاج، وآلاف المساجد الفاخرة للصلاة عليك ده عند موتك. هنتكلم على الجزء الثاني. الأمعاء استخدمت في مصر القديمة علشان نصنع أوتار آلات موسيقية، والأقواس أمعاء لا يمكن تمييزها عن الأمعاء الحديثة. أقدم الأمثلة المسجلة لاستعمال الأمعاء مثال من عهد فترة البداري اتوصف بأنه كان السير من نسيج حيواني من الأمعاء. تأتي في الترتيب التاريخي عينة من الأسرة الثالثة وجدت في الهرم المدرج بسقارة، وبتتآلف من قطعتين صغيرتين مفتولتين، يبلغ طول أحدهما حوالي بوصتين اللي هي تقدر ب5 سنتيمتر، وطول الأخرى نحو 4 بوصات يعني حوالي 10 سنتيمتر، وربما كانت في الأصل جزءا من قطعة واحدة، ده لأن سمكها 1 حوالي 0.6 من البوصة، يعني بما يقدر ب1.5 مليمتر. وبيأتي بعد ذلك مثال من الفترة المتوسطة الثانية في وصف بأنه أمعاء مفتولة فتلا دقيقا، ربما كانت وتر قوي. أما الأمثلة التالية هتبقى من عهد الأسرة 18 وبتتآلف من جزءا من وتر قوي موصول بقوس مركب ومكسوب لحاء الشجر من القرنة. عدد من القطع المفتولة من أوتار أقواس ليها تخانات مختلفة، وبتتراوح ما بين 0.6 من البوصة زي ما قلنا 1.5 مليمتر تقريبا، وحوالي 0.14 من البوصة يعني تقريبا 3.5 ملي. جميعها من مقبرة توت عنخ آمون، واللي اتوجد فيها أيضا وتر قوي مصنوع من الكتان، وأجزاء من 3 أوتار مفتولة لا تزال على آلة موسيقية اللي هي العود، ودي وجدت بالدير البحري. التعليق الثاني اللي هنذكره دلوقتي هيكون: إلى الإخوة المؤمنين، أرجو أن تدعوا لي بالهداية لتتأكدوا أن ربكم عاجز لا